الفريق الأحمر بات مستعدا نفسيا لمباراة الدربي عندما يواجه الأخضر الرجاوي. الوداد أرغم الرجاء البيضاوي على التعادل بهدف مقابل هدف في مباراة الذهاب، وتقدم في النتيجة لمصلحة الوداديين الإيفواري بكاري كوني إثر تنفيذ ضربة حرة مباشرة بشكل رائع في الدقيقة 26، وأدرك التعادل للرجاء كوكو في الدقيقة 88. بالنسبه لنا مباراه غتكون قويه، فالديربي يعني عنده واحد الطعم خاص، وان شاء الله غادي نستعدوا بما فيه الكفايه باش ندخلوا باش نحققوا 3 نقاط ان شاء الله. نادي الوداد البيضاوي يواصل الإبحار في دروب الإعداد للموعد الهام، وعينه على انتزاع فوز جديد في دربي البيضاء الذي يظل مفتوحا على كل الاحتمالات.